وعليكم كابتن حفيظ. مساء الخير كابتن، الكابتن محمد فاروق. مساء الخير. صراحة كابتن محمد فاروق، يعني ما قلته عن التحكيم في مصر انه افضل شيء في القارة الافريقية هذا غير مغلوط، لانه التحكيم في مصر ليس عادلا، وهنالك مجاملات بين الفرق في الدوري المصري، وانه الدوري الجزائري هو افضل يعني افضل منطقة في افريقيا لديها تحكيم جيد وتحكيم رائع. كابتن حفيظ اكيد طبعا الدوري في الجزائر والتحكيم كويس، لكن التحكيم برضو الكابتن محمد بيتكلم لا عن التحكيم من فضلك المصري. يا استاذ، التحكيم في الجزائر افضل بكثير من التحكيم في مصر، لانه التحكيم في مصر هنالك فرق تاخذ حق فرق اخرى عن طريق المجاملات وعن طريق اشياء اخرى. يعني ما حدث من الكابتن محمد فاروق ما قالوا عن الجزائر وعن شمال افريقيا باكملها، هذا ليس كابتن واضح ان انت ما اتفرجتش على البرنامج اصلا، يعني واضح ان حد قال لك كلام فانت بتقول اي حاجه وخلاص ونقول كابتن محمد يعني اللي قال لي هذه الاشياء كان شخص مقرب مني وقال الحديث، ويعني هذا غير راضي. وانا في مصر حاليا، وراح اكون قادم اليك حالا للمدينه. شكرا لك كابتن محمد فاروق. كابتن حفيظ اللي وصلك الرساله وصلها لك غلط يا كابتن حفيظ. ركز شويه. اولا احنا ما قلناش الكلام ده خالص. طلع يا كابتن تقريبا حد بلغه ان حضرتك اتكلمت، تشكرت فيه على فكره في التعليق. كلام كابتن واضح انه ما اتفرجش على الحلقه اصلا او ما شافش حاجه. فلازم يكون مركز اكتر من كده. ثانيا احنا بنحترم الجزائر وتونس والمغرب وكل الكلام ده كله، هو معلق رياضي كبير وله كل الاحترام طبعا. ان هو يتكلم على التحكيم المصري، لا التحكيم المصري هو ممكن يكون اللي بلغه ان حضرتك اتكلمت عن التعليق، فهو داخل يتكلم عن التحكيم مع حضرتك. حتى في التعليق اتكلمنا عليه كويس. وشكل اللي وصله الرساله غلط. احترامي ليه لا اسمح بيه انه يقول التحكيم المصري فيه مجاملات ولا مشاكل، لا خالص. ما انا يعني احنا مش عايزين نوصل ونقول لك لا انت عندك مشاكل كبيره جدا، ونقدر نتكلم على التحكيم برضه هناك في الجزائر، لكن احنا بكل حب وتقدير واحترام لكل حكام الجزائر. هو شكرا للجزائريين لهم كل الاحترام طبعا. الدوري المصري ويقعد ويركز شويه كده هيعرف التحكيم المصري فين بالظبط. طبعا يا كابتن كلامك مظبوط. كابتن محمد، شايف ان السنه ونص كافيه لرئيس لجنه الحكام لتقييم، والمفترض يبقى الفتره ممتده عشان ما يبقاش هو قاعد عارف انه في اي فتره ممكن يمشي؟ لا، ما هو انت بعد سنه ونص هتقيمه، يا تجدد يا ما يتجددش بناء على الشغل اللي انت شغلته طول السنه ونص. طب خطه العام اللي حاططها لمده سنه ونص، ولا انت برضو المفروض بخبرتك شايف ان المفترض الخطه تبقى طويله المدى شويه عشان اطلع حكام من تحت وصف تاني؟ انت عشان تجيب حد يشتغل تطوير ما ينفعش تجيبه وتقول له مثلا بعد كذا انا عايز اشوف. لازم الخطه دي يبقى لها 3 مراحل: قصيره المدى، متوسطه المدى، بعيده المدى. تمام كويس، عشان انت تقدر تعمل حاجه زي كده. لكن انا دلوقتي هجيبه بعد سنه ونص، هيقول لك في تطوير وهيقول لك في شغل، بس انت محتاج وقت كبير عشان افهم منك. انتوا شغالين دلوقتي على قصير المدى، احنا دلوقتي على قصير المدى وبدانا نروح للجزء المتوسط، لكن على كويس بعيد المدى ده يا كابتن المتوسط اللي عملته. طيب كده نعرف الناس، عشان حتى بعض الانتقادات اللي بتيجي للتحكيم نعرف الناس ايه اللي الكابتن محمد فاروق ورئيس لجنه الحكام وصلوا له كتطوير في الفتره اللي فاتت. بص هقول لك على حاجه. الدوري هنبدا بالحكام الدوليين. تمام. الحمد لله رب العالمين كان لنا دور، مش هو الدور الكله، لكن برضه لابد ان نشكر كل اللجان السابقه اللي اشتغلت مع الحكام دي ووصلتهم، اكيد لهم دور كبير جدا. احنا كان لنا دور ودور مؤثر جدا، اللي احنا خلال السنتين اللي فاتوا ما جبناش حكم اجنبي لاي مباراه. طب فاروق، صراحة ما قلته عن التحكيم في مصر هو هذا صحيح طبعا، ومع احترامي الكبير لحضرتك، فانه التحكيم في الجزائر افضل. والبرنامج اسمه دخول مفاجئ. ده حافظ دراجة ده. تعالى يا كابتن، ده برنامج يا كابتن دخول مفاجئ. كل سنه طيب في رمضان، والراجل ده بيحبك وكان بيقلد كابتن حفيظ. طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق من الحكام الكبار، وانه افضل حكم موجود في القاره وليس في مصر فقط. وهذا كانت بعض المصحى من اجل حضرتك، اللي الشعب الجزائري كله يحبك والشعب المصري ايضا. شكرا لك كابتن محمد فاروق. انا بشكرك وبشكركم. شكرا يا كابتن. كل سنه طيبين. طيب يا كابتن، كل سنه طيبين. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع نجم جديد ودخول مفاجئ. السلام عليكم.